ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ طبعا النهارده قررت اصور لكم فيلم، فياريت بقى تعملونا بشويه اشتراكات كده ولايكات كده وتسططونا. مش شبابنا؟ انا طول عمري بقول شبابنا الحلوين المسططين كده 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 عشان انا بحبكم جدا يا شباب. فيلم بلاش احرقها عليكم، مش شباب؟ بلاش احرقها، بلاش. طبعا انا جبت بيبو والفيلم ابا بيبو ابا نوب. قول لهم الفيلم هيبقى جامد جدا ازاي، قول لهم. صح صح، ده فيلم بيسأل في التاريخ. بس يا بنات ما تحرقش عليهم فكرة الفيلم هتبقى عاملة ازاي، قول لهم. ما تقولهمش فكرة ده الفيلم. عبارة عن نكتب طبق لا يا بنات اسكت انت بتقول لهم يا شباب. قول لهم الفيلم هيبقى جامد ازاي. يا جدعان الفيلم جامد جدا. انتوا فوق انتوا تتخيلوا، صح يا صح؟ صح، يلا 1 2 3. بابا انا رايح البيت لبابا عشان قبلت خلاص بقيت طلع المدرسة. بروح البيت ولا ايه؟ بابايا كان مديني الساعة دي نلبس الساعة. ايوه بابايا قال لي لما اعمل بالساعة الحركة دي ان انا ادوس كده في الساعة اعرف الاماكن. كده كويس جدا، لو بدوس على الساعة بعرف اي اماكن بيوت. وبالمرة اوصل برضو بسرعة. نخبط. بابا افتح الباب يا بابا، بابا افتح. فتحت لك يا حبيبي. بابا انا تعبان جدا. اقفل الباب، اقفل الباب يا بابا. بابا انا تعبان جدا، انا داخل انام. ماشي يلا نام حبيبي. نم. لا يا بابا، مش عارف انام. اعمل الكلمة اسم ده يا حبيبي اللي تحت، شايف كلمة HITD. انا هنام دلوقتي يا بابا. ايوه شاطر، يلا نام منه. ايه ده؟ ايه ده؟ بابا ايه صوت الانفجارات ده؟ افتحوا الباب، في صوت ضرب نار. افتحوا الباب، بابا افتح لي الباب، صوت ضرب نار. لا، افتح الباب يا بابا. يا لهوي، عايزة بقى الضرب نار. انتوا بتستهجنوا عليا، انتوا مش لاقيين حد. افتح الباب يا بابا. افتح يا بابا. اجري اجري اجري. لا، بابا بيتخانق مع الاسرائيليين. لا 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 لا، انا خايف بابا. آه. لا لا لا، في ناس جايين. اشطر. لا لا، مش هتعرف تعمل لي حاجة. امشي امشي، ابعد الشرير، ابعد الشرير. اضربك بالدبابة. اجري بسرعة، الاسرائيلي جاي ورايا. فين الاسرائيلي؟ ايه ده؟ الاسرائيلي راح فين؟ لا لا لا، الحمد لله. ما شافنيش ما شافنيش ما شافنيش ما شافنيش. انا هروح المستشفى معاش للمرضى هناك اللي احنا دمرناهم. يا ابن يا كلب يا كلب، وانا رايح المستشفى. انا ناسي انه رايح المستشفى، انا سمعته بيقول رايح المستشفى. وانا اعمل ايه يا رب يا رب، اعمل ايه؟ في المستشفى. ده عربيته. قرب
عليكم كلكم. طب انا دلوقتي متخرق دم ومتحور جامد. انا محتاج العلاج من المستشفى. يا لهوي، ده عمال يفكر في المستشفى كلها. الصبت الاسرائيلي المعفن اللي ما عندوش دم ده. الصبت مسكرات. اسم بسرعة من غير ما يشوفني، من غير ما يشوفني، من غير ما يشوفني. بسرعة بسرعة بسرعة، خد الدواء. خد الفلوس دي كمان. ده اللي انا عايزه. نكس راح فين الواد ده؟ أكيد راح المستشفى هو الصبح الليلة. يا جماعة أي حد هنا يبقى نعيش معاكم. يا رب يا رب. المرة خدتها تاول على المستشفى. أدور على بيتي البيوت بقى أسرها وأدمرها. ثانية. ايش وبعد مرور 10 سنين. اسكت. وده اللي حصل يا شباب بعد مرور 10 سنين. حرفيا الصابت كبر. ازيك يا فندم عامل ايه؟ كويس الحمد لله. أنت شاطر أوي في شغلك، وأنت ترقيت، وأنت شاطر جدا، وأنت أكتر قناص عندنا حريق. بص بقى، أنا هنديلك أنواع أسلحة. واو على اسلحه. اديني اسلحه. انا مبسوط جدا عشان عمري بصراحه. هتدوس على كده علامة، هتدوس على الأسلحة. اه وهتدوس على برضه نفس الموضوع. حلو. اه طب اديني ماشي. عايز اسلحه تانية؟ بس كده. ممكن فيها قنبلة ذرية. لا انا عايز. يا لهوي، انت بتفكر المكان ليه؟ انا عايز كل الاسلحه. هيدي كل الأسلحة. ازاي يعني دول سلاحين بس؟ انا هاجي اخد من هنا شويه. في هنا سلاح مش عاجبني. هخليه بالمنظر ده. ايه اللي حصل ده؟ ايه ده؟ والنور بيقطع كل شويه. ده ولا فين المغامرات عمالة بسبب الناس الاسرائيليين المعفنين دول. كل شويه لما بيلاقوا اي نور والح بيخوفوا صاحب المكان، صح؟ لا ودمروه ازاي؟ فاكرين ان العالم بتاعنا ده عالمهم، ولا الارض بتاعتنا ارضهم؟ نور النور فوقك منهم. طب وانا دلوقتي يا فندم المفروض اعمل ايه؟ المفروض تديني مهمة. انا سمعت ناس كده بتقول ان انا المفروض، صباط كده بيقولوا ان انا المفروض انا اللي اقتل الرئيس. دي حقيقة؟ ممكن انت الرئيس؟ اقتل انا الرئيس الاسرائيلي. دي حقيقة؟ انت رئيس الاسرائيلي؟ لا، ان انا اللي اقتل الرئيس الاسرائيلي. دي حقيقة؟ ممكن انا اعرف اعملها. حياتي ينفع اعملها؟ يا ريت. طبعا. شكرا بالمهمة. كويس جدا. مش طب هتروح تلعب فوق. ايه ده ازاي؟ يعني هو صعب يعني للدرجة دي؟ طب انا دلوقتي هروح اخد اكتر عربية امانة من عندكم. انا شايف ان دي اكتر عربية امانة من عندكم. طبعا دي عربية ولا ايه؟ ده عربية، أكتر عربية اسمها أمانة، هي دي اللي احنا جايبينها مدرعة. كام ده؟ خليها بتاعت الكيش، حولها للكيش. حولها للشرطة ولا ايه؟ اوكي. بحاولها اسم عملية كده. المنظر ده حلو علشان في الشرطي ما بيبانش في الضلمة. ولا ليا عربية برضه. تعالى وريلي. بس الشادي اللي بغيرها بس. ايوه ايه ده؟ انت جبتها منين؟ عربيتي بعد دي بقى عربيتي بس وتدوس على الزر. طب انا عايز اجيبها. حلو.
خلاص انا هركب عربيتي. تقدر تتفضل تستريح هنا يا فندم، استريح في الاسم. ماشي. عايز شفت يا شباب، طبعا الرئيس كلفني بمهمة صعبة جدا، ومش اي حد خلي بالكوا يعرف يعمل المهمة دي غير هم الضباط القناصين المصريين. انا عرفت مكان الرئيس. بيقول ان هو ناحية الكنيسة يا شباب. طبعا الناس اللي متعرفش الكنيسة دي حاجة اهو. اهو الرئيس الاسرائيلي اهو. يلا 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 بسرعة عشان يتعطلوا ويموتوا. تشوف الدخل بس. شفتك. ايه ده؟ شفتني ازاي؟ ارفع عينيك. انا موت. لا 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 لا، ما تموتنيش. لو طلعت السلاح وقعت فيك. خلاص هرفع ايدي هرفع ايدي. ماشي. لو طلعت السلاح وقعت فيك. هرفع ايدي. ما تموتنيش ما تموتنيش. انا بالك حركت حركة او موت. فاهم؟ تمام. ينفع افضل ملسع ايدي؟ ينفع ما ارفعش ايدي؟ ليش والله. خلاص خلاص خلاص. انت عيل صغيرة ولا ايه؟ المصريين ما بيرفعوش ايديهم. حاول. ايه خلاص ايه. عشان هم مصريين بيطمعوا ماشي. ما بخافش. انت هتموت بالسلاح القناص، ولازم وانت معايا تاخد الطلعة في دماغك. اقوى سلاح في القبيلة. ما سمعتش الرصاصة، اسمعها تاني احسن. موتت القائد الاسرائيلي. دلوقتي انا هنروح للفانتم بتاع الرئيس. دلوقتي انا هروح للقائد بتاعي وبلغه ان انا قدرت اموت الشرير. انا بطل. دلوقتي لسه مكرب كل اسلحتي عشان بس ما يبقاش في واحد خمني. حلو السلاح ده. هتاخد بس اكرب كل اسلحتي يا شباب. بس كده. وده الكشاف اللي انا بسوق بيه عشان العربيه بتاعتنا ضلمه. ونيجي هنا بس كده كله زي الفل. قبلوه بستنى. لازم دلوقتي اروح على الاسم. فانتم يا فانتم. نفذت المهمة. نفذتها بنجاح، بس الواد كشفني وانا بموته. هحكي لك كل حاجه دلوقتي. تعالوا معايا يا فانتم. تعالوا نقعد هنا. اقعد وانا هحكي لك كل حاجه يا فانتم. بس يا فانتم، انا وانا بموته رفعت عليه القناص ده بنفس المنظر. ايه ده؟ الناس دول فكك منهم. رفعت عليه القناص وبعدين قال لي ايه ده انت هتموتني مش هتلحق. وبعدين بصراحه انا خفت منه. عملت نفسي خايف منه بس انا ما خفتش. ورحت كده رفعت ايدي لفوق عادي، ومره واحده لفت له وقلت له الضباط المصريين ما بيخافوش من اي حاجه. انت مش شايف التيشيرت بتاعي مرسوم عليه علم مصر؟ انت شايف التيشيرت بتاعي مرسوم عليه علم مصر ازاي صح؟ وبعدين موتته بالسلاح عليه كامل كده. حك... متأكد ان انت هترجع تمسكني يمثل على الشغل؟ ليه؟
لا ما تخافش هو. ايه ده، هو انت جبت الصباط دول جداد؟ فهو ظبطت جديدة قيدتهم احتياطي. كويس كويس. تعالى معايا، اركب دلوقتي عشان في حاجة انا محتاج اقولها لك في موضوع فرتي وهنروح البيت دلوقتي. انا رايح اشتري بيت اساسا، عشان انا بصراحة ده كله كنت عايش في الشارع من ساعة ما بابايا توفى. انت طبعا عارف الحكاية بتاعت ان بابايا توفى من الصبت الاسرائيلي. بجد؟ ما عرفتش الحكاية دي؟ لا خالص. بابايا توفى من الصبت الاسرائيلي. ف يعني انت عارف الاسرائيليين شرار، وكمان كانوا عايزين يموتوني وانا صغير. كان في ثابت لحظة بس بسرع سرعة العربية، كان في ثابت اسرائيلي عمال يجري ورايا لما موتوا بابايا، فما كانوش كان بيستكفوا. فانا البيت بتاعي مش معايا، فانا دلوقتي هشتري بيت. يا كابتن انا عايز اشتري بيت. اتفضل يا استاذ، انا عايز اشتري البيت اللي هو ده. بستغل كابتن. اتفضل تمام. دفعت الفلوس للراجل. كان بيكلمني على السماعة. الراجل كان بيكلمني على السماعة اللي معايا. بقفل اللوك. ماشي تمام، كله كده زي الفل، كله تمام. نلون بس البيت بنفس اللون الحلو ده. هجيب لون اللون. تعالى بقى كده يا فندم، اتفضل ادخل معايا البيت عشان عايز اكلمك على موضوع فردي. ماشي. موضوع فردي بجد، مينفعش اصلا تسمعنا وانا بتكلم فيه. تعالى يا فندم اقعد. اتفضل اتفضل يا فندم. تعالى يا فندم، اتفضل استريح هنا. لو عايز اشغلك فيلم واحنا بنتكلم اشغلك. ماشي ماشي، نطفينا من الفيلم عادي. بس ماشي. بص يا سيدي، انا في ضابط اسرائيلي، انا شفت عينيه كده كانت بتبص عليا، فكل الاسرائيليين هيتحتوا. فتعالى معايا نروح مكان الحرب. انا هطلع انام، بكره الصبح هنروح مكان الحرب. لا انا نسيت، ما ينفعش انام عشان لو نمت هيجوا عليا يموتوني. لا انا احميك. لا بلاش ننام، بلاش ننام. هيوصل هنتخفل زي ما بابايا اتخفل. تعالى معايا، اركب العربية وهنروح القسم. وانا دلوقتي اللي هحاربهم كلهم، وانا هموت لك اسرائيل دي كلها علشان انا هاخد حق بابايا ومامتي. مامتي اصلا كانت ميتة اصلا من زمان من واحد اسرائيلي. هي كانت مسافرة فلسطين، وانت عارف الحرب اللي انت عارف الحرب اللي بتحصل ما بين اسرائيل وفلسطين صح؟ مامتي ماتت هناك. انا برضه نفس الموضوع. انا مكملة اتفضل الاسم، اتفضل ادخل الاسم وانا ادخل اموت لوحدي. كويس الرئيس دخل الاسم، الحمد لله الرئيس دخل الاسم. دلوقتي المفروض اروح للمكان. المكان اللي احنا كنا متفقين عليه. لو ده الدنيا بتمطر مش وقتها، مش وقت مطر الدنيا دي. آه آه أنا واثق إن حد هو اللي عملها لي، بس أنا عشان بطل شلت العربية بإيدي وعملتها. هناك أموت كل حاجة وهاخد حقي. أنا وصلت المكان اللي مكتوب لي في العنوان. شوفك. تعالى. ابعد أنا. خد في
تعالى هنا. موت انت كمان. فين التالت؟ وريني نفسه. وكل واحد هيموت بس لا شكل. اوه اتصبت في رجلي. بو الرابع يوريني نفسه. يلا اللي بعده. موت. اللي بعده. انا اهو. موت كل اسرائيليين. لا بعد واحد تعالى. لا دلوقتي موتوا كل الاسرائيليين. لازم اروح للرئيس الاسم. عربيتنا طبعا طالما يا شباب، فانا بمسك الكشاف. إذا أنت قتلت كل الإسرائيلي؟ دلوقتي انت فين يا فندم؟ قتلتهم دلوقتي. دلوقتي المفروض كل سكان القرية يحتفلوا بيا. أنت صراحة كده عايز أقول لك على حاجة. ايه؟ أنا نفسي تكون بدالي الرئيس. أنا مش عايز أكون رئيس، أنت أحرق كده. شكرا يا فندم. ممكن تعين عنك بقى هيكون معاك بشريكك. انت هتبقى الرئيس معايا، احنا الاتنين هنمسك الجيش. ماشي. انت هتمسك الجيش. انت هتمسك الجيش الطبيعي وانا همسك الجيش الصاعقة عشان انا اقوى. انا بحبك يا فندم. شكرا 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 شكرا. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقة. يا لهوي بيتي اتسرق، ما علينا. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما ننسوش. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم. طبعا يا شباب احنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا. وبيبو تحول لشخصيتك الأصلية وأنا كمان كل واحد يتحول لشخصيته الأصلية ويشيل العلامة اللي فوق. يلا بيبو تحول لشخصيتك الأصلية كده بسرعة على السريع عشان ننهي المقطع. ونقول يا شباب دي شخصيتك الأصلية الأصلية. لما أصلية حصل لها عين حاجة وحشة، حصل لها مشكلة، طلع حولها وخلاص هتشوف شكلي. يلا. لا حلوة، خلي بالك. مش مهم يا شباب. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وانا بحبكم جدا. واكتبوا لي رايكم في الكومنتات، ولو عايزين فيديوهات زي دي تاني قولنا في الكومنتات برضو، واكتبوا لنا رايكم، واكتبوا لنا انتوا عايزين ايه الفيديو الجاي. يا شباب يلا بيبو بيبو. في ناس بتحب تشوفها فاكرين ان الجثة بتاعت الجثة المنزلة بتاعت اسمها الوحش الناري ده. بص على فكرة احنا عملناها تاني بس على بقى دور كيف الدراسة وانا موجود وعلى حرب 6 اكتوبر. فانتوا على فكرة احنا عملنا تحبوا القصص فعملنا القصص. استنى يا بيبو. خلاص
خلاص شباب، ونكون كده وصلنا لنهاية حلقتنا. بيبو يلا هنقول مع بعض سيرة الشباب. العوي ايه اللي حصل؟ لا يا شباب، الخط قطع وانا بتكلم بيه. تعالوا نرجع لساني. نسي ينهي الحلقة معايا. لا يا شباب، نسي ينهي الحلقة. ايه ما نهيتش الحلقة ليه؟ ما نهيتش الحلقة ليه يا شباب؟ ما نهيتش الحلقة ليه يا بنوب؟ يلا يا شباب، دلوقتي انا وبنوب هننهي الحلقة مع بعض. يلا يا بنوب، انا وانت نقول سيليتر شباب في نفس الوقت، ماشي؟ سيليتر يا شباب في نفس الوقت. ماشي. 1 2 3 سيليتر شباب، مع السلامة.